السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه حلوه قوي جنب كوبايه الشاي بلبن كده. هنعمل قراقيش الصاج. نعمل كميه كبيره جدا ووفيره من القراقيش بدون بقى فرد وتقطيع ومجهود. كله كده مره واحده في صاج واحد وبكل سهوله. كمان مكوناته موجوده كلها في البيت. يلا نسمي الله ونبدا على طول. هنحتاج نص كوباية مية دافية، هنحط عليها معلقتين من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة، وهنقلبهم نغطيهم بطبق أو بأي حاجة ونسيبهم كده على جنب علشان يتفاعلوا ونطمن إن الخميرة نشطة وشغالة. بعد كده هنحضر المكونات الجافة. هنحتاج نص كيلو من الدقيق اللي استخدمته جميع الاستخدامات أو جميع الأغراض. هنحط عليه رشة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان معلقة كبيرة من الشمر واليانسون. انا طحنتهم مع بعض كده في الخلاط وخدت منهم معلقة. هنقلب المكونات الجافة دي كويس جدا نخلطهم ببعض. وبعد كده معايا كوباية وزنها 200 جرام سمنة على زيت. يعني خليط كده ما بين السمنة والزيت. استخدمت 3 ارباع كوباية سمنة وربعها زيت. هنزلها على المكونات الجافة وهنبتدي نقلب كده بالسباتشولا الأول، وبعد كده هنبس الدقيق في المادة الدهنية. يعني هنغلف الدقيق كويس قوي بالمادة الدهنية اللي معانا. وطبعا ممكن تستخدميها كلها زيت او كلها سمنة على حسب الحاجة الموجودة عندك. وبالنسبة للشمر واليانسون ده اختياري، يعني ممكن ما تستخدموش خالص، ما تضيفوش لو مش بتحبي النكهة دي، كلها منكهات وبراحتك يعني. وممكن كمان تحطي معلقة من السمسم. اول الدقيق لما يوصل للمرحلة دي يبقى اعمل كده زي الرمل المبلول. هنبتدي نضيف عليه الخميرة وهنقلب كويس. وطبعا الخميرة اللي انا دوبتها في نص كوباية من المية بس، يعني المادة السايلة مش كافية. فهحتاج تقريبا ربع كوباية، من ربع لنص كوباية كده من المية. هبتدي الم العجينة وهزود المية نص الكوباية اللي انا يعني احتمال احتاجها على كوباية الخميرة نفسها علشان اخد البواقي الموجودة في الكوباية. هعجن وهقولكوا في الاخر احتاجت قد ايه من المية. بالم بس العجينة كده لحد لما البولة تنضف خالص ميبقاش فيها اي عجين على الجوانب. انا احتاجت ربع كوباية كمان، يعني مجموع المواد السائلة كوباية الا ربع. غطيتها بستريتش وهغطيها بفوطه وهسيبها ترتاح. يعني مش لازم ان انا اسيبها تخمر يعني 100%، انا هسيبها ترتاح بس لحد لما اجهز العجوه بتاعتنا. دول 300 جرام من العجوه المفرومه. حطيت عليهم معلقه كبيره من السمنه ومعلقه صغيره من القرفه. وبرده القرفه هنا اختياري، يعني ممكن تستغني عنها، ممكن تحطي حبهان. ممكن تبقى بس العجوه والسمنه نعجنها بالسمنه وبس، لكن بصراحه القرفه بتديها نكهه وريحه جميله جدا. بعد كده هجيب الصينيه اللي هجهز فيها القراقيش دي، مقاس 30 في 30 مربعه يعني. هبتدي اجيب كيس بلاستيك وهفرده وهبتدي افرد عليه نص العجينه. يعني هحط الكيس البلاستيك والعجينه وعليها مع الوش كيس تاني وهبتدي افرد كده بالفرادة العجين. وده علشان انعم سطحها. فهاخد النص بالظبط كده وافرده وهشيله على جنب. ما بين كيسين بلاستيك برضو بنفس الطريقه هبتدي افرد في العجوه. هحطها كده على الكيس البلاستيك الاولاني وهغطيها بكيس تاني وفردت العجين في نفس الصينيه اللي هسوي فيها، وده علشان اظبط المقاس. يعني ما تبقاش كبيره قوي او صغيره قوي، اضمن ان العجوه هتكفي الكميه القراقيش او الصينيه بتاعه القراقيش كلها. فردتها وشلتها على جنب. اخر مرحله بقى هدهن الصينيه بتاعتي معلقه زيت كده بسيطه، وهبتدي افرد فيها على طول النص التاني من العجينه بدون كيس. هافرده كده في الاول بايدي، وبعد كده ممكن احط كيس على وشه علشان العجينه ما تلزقش في الفراده، وعلشان برضو انعم السطح بتاعها. وهبتدي كده افردها خالص لحد لما تاخد شكل صينيه. وكلها احاول على قد ما اقدر انها تكون ارتفاع واحد، يعني ميبقاش في جوانب عاليه وجوانب تانية منخفضه، تبقى كلها كده بنفس الارتفاع ونفس المستوى. بعد كده بقى هاخد العجوه اللي انا فردتها وهرجعها على نص العجينه، وهسويها كده واظبطها. يعني الاجزاء اللي فيها زيادات هقطعها كده اقصها بالسكينه واحط في الاجزاء اللي فاضيه. وبقدر الامكان كده هبتدي اسويها علشان تملى الصينيه كلها، ما يبقاش في جزء محشي وجزء تاني ما فيهوش عجوه. واخر مرحله هاخد بقى النص التاني من العجينه اللي انا فردته في الاول على الكيس وهرجعه في الصينيه، هظبطه برضو على قد ما اقدر. عارفين بنفس الطريقه يعني انا اليومين اللي فاتوا عملت برضو البسكوت بتاع التمر، كان بنفس الطريقه دي كده، نفس الخطوات ونفس الطريقه. لكن دي قراقيش بدون سكر وبدون سمنه كتير، وطعمها بتبقى خفيفه ولذيذه جدا جدا. هو بصراحه الطريقتين احلى من بعض، بس دي قراقيش والتانية كانت بسكوت التمر الناعم. خلاص كده ظبطت الصينيه بتاعتي. هجيب بقى معلقه كبيره من الحليب او اللبن يعني، وهبتدي ادهن بيه وش الرقيش. وده علشان هرش على وشها سمسم علشان السمسم يثبت. عايزه اقول لكم ان الخطوه دي برضو اختياري. بس وبعد كده اهم خطوه ان احنا نقطعها. لازم طبعا نقسمها قبل ما تدخل الفرن. فانا هقطعها كده صوابع طوليه بحجم القراقيش العاديه اللي احنا عارفينها يعني تقريبا كده سنتي العرض بتاعها. وهقسم الصينيه دي على 4، وبعد كده هنغطيها ونسيبها تخمر مره تانية. هنسيبها تقريبا نص ساعه.
وده هيبقى التخمير الاساسي بتاعها. وقبل ما ندخل الصينيه ب10 دقايق هنبتدي نشغل الفرن على درجه حراره 180. هنحطها في النص على الشبكه، هتقعد تقريبا 35 دقيقه. يعني بعد 30 دقيقه هنشوفها ان كانت خدت لون من الجوانب، هنفتح عليها الشوايه 3 4 دقايق بس لحد ما تاخد اللون كده من فوق. انا فعلا عملت كده لان لقيتها استوت من الجوانب وخدت لون من تحت، لكن الوش لسه شويه، ففتحت عليها الشوايه 3 دقايق وطلعتها. ودي النتيجة، القراقيش جميلة جدا، ريحتها مالية البيت. وزي ما انتوا شايفين كده العجوة ما نشفتش جوه، طرية ولذيذة وما خدتش وقت خالص في تحضيرها. هو كل الوقت يعتبر في التخمير وبس. بس كده الفيديو بتاعنا خلاص، يا رب يكون عجبكم، ان شاء الله تجربوها تعجبكم الطريقة. شكرا ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.